لو سألت أي حد في الشارع تحب تبقى غني هتلاقي 99% يقولوا أكيد. بس الحقيقة حوالي 80% من الناس عمرهم ما هيوصلوا للغنى، ومش علشان الظروف ولا الاقتصاد ولا الحظ. لا، الأسباب أعمق من كده بكتير، ويمكن تكون عندك انت كمان وانت مش واخد بالك. ركز معايا. كان في شابين، عمر ومروان، الاتنين اتخرجوا سوا واشتغلوا أول شغل ليهم في نفس الوقت، نفس المرتب، نفس الظروف تقريباً. لكن بعد 5 سنين عمر بقى عنده مشروع صغير ومستقبله واضح، ومروان لسه بيقول أنا مش لاقي فرصة، الدنيا واقفة. إيه اللي حصل؟ هل عمر كان أذكى؟ هل كان محظوظ؟ لا، الفرق بينهم كان 6 حاجات بس. السبب الأول، الناس بتستنى الإذن عشان تبدأ. مروان كان دايماً يقول لي لما الاقي وقت، لما الاقي دعم، لما الظروف تتحسن. عمر كان بيقول أنا هبدأ ولو 1% بس. هو ده الفرق بين عقلية الثراء وعقلية الانتظار. الناس اللي مش بتغتني هي الناس اللي مستنية الظروف المثالية، والظروف المثالية دي مش بتيجي أبداً. الغنى الحقيقي بيبدأ بالخطوة الصغيرة، مش بالخطة الكبيرة المعقدة. السبب التاني، خوف غير طبيعي من الفشل. مروان كان شايف إن أي محاولة لازم تنجح من أول مرة، وإلا فهو فاشل، دي كانت نهايته. عمر كان بيقول كلمة عبقرية: أنا هفشل 10 مرات، بس مرة منهم هتكفيني عشان أوصل للغنى. الفشل مش عكس النجاح، الفشل هو طريق النجاح. 80% من الناس مش بيختنوا، مش علشان جالهم فرصة، لكن علشان خافوا يجربوا أصلاً. الخوف يمنع الثراء. السبب الثالث، ما عندوش عادة التعلم اليومي. مروان كان بيشتغل ويرجع ويفتح موبايل وقنوات ومقاطع عشوائية، وقت قاتل بيضيع كل يوم. عمر كان يومياً يتعلم 10 دقايق في كتاب، ربع ساعة كورس، 5 دقايق ممارسة، المهم تعلم جديد. بعد سنة في واحد بقى عنده مهارة والتاني لأ، مستني زيادة المرتب. السبب الرابع، بيصرف قبل ما يكسب. 80% من الناس أول ما الفلوس تزيد المصاريف تزيد معاها، لبس، خروج، حاجات مش ضرورية. لكن عمر كان بيعمل عكس كده، كل ما الفلوس تزيد الاستثمار يزيد، وده الفرق بين اللي بيعيش شهر بشهر واللي بيبني ثروة. السبب الخامس، بيسمع لآراء الناس السلبية. لو عمر سمع للناس اللي كانت بتقوله ده مش هينفع، السوق واقف، هتخسر وقتك، كان هيكون زي مروان. أغلب الناس اللي حواليك مش بيشوفوا قدراتك، بيشوفوا مخاوفهم هم، وده سر الثراء. السبب السادس، بيهرب من الحاجة اللي بتوجعه. 80% من الناس لما قدامهم طريق فيه تعب يروحوا ناحية الأسهل، لكن كل الطرق السهلة تؤدي لنفس النتيجة. عمر اختار الصعب، اتعلم، جرب، اشتغل على نفسه. جزء قوي، مشكلتك مش الفلوس، مشكلتك العادات. الغنى مش صدفة، الغنى عادة يومية. أقوى عادة أخدت عمر من شخص عادي لشخص غني إنه يلتزم بحاجة واحدة يومياً مهما حصل. مش مهم اشتغل قد إيه، المهم ما وقفش. إليك الخطوات العملية. ابدأ ب4 حاجات بس. 1. عادة تعلم 10 دقايق يومياً، مهارة، كتاب، فيديو تعليمي، حاجة بسيطة. 2. ادخار 10% من أي فلوس تجيلك حتى لو مبلغ صغير. 3. ابدأ مشروع جانبي بسيط، مهارة، خدمة، محتوى، أي حاجة تضيف قيمة. 4. التزم 30 يوم بس بدون ما توقف، هتشوف فرق مرعب في حياتك المالية. لو وصلت لحد هنا يبقى عندك استعداد تبقى من 20% اللي حياتهم بتتغير. الغنى مش فكرة، الغنى التزام يومي صغير. لو عجبك الأسلوب ده استنى الفيديو الجاي واكتب لي في التعليقات عايز أكمل سلسلة أسرار النجاح والغنى ولا نبدأ سلسلة جديدة. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة علشان القصص اللي جاية أقوى بكتير.